زي ما انت شايف كده، واحد ماشي بعربيته على طريق المحور وشاف العربية التانية دي ماشية قدامه وعمالة تروح يمين وشمال، كأن السواق ده شارب أو في حاجة جوه العربية. فدي كانت حاجة كفيلة إنها تخلي عنده فضول يعرف إيه اللي بيحصل جوه بيخلي السواق يعمل كده. فقرب من العربية على قد ما قدر، وهنا شاف اللي بيحصل. بس قبل ما نكمل خلونا الأول نروح نشوف الفيديو وبعدين نرجع. الفيديو يا جدعان، والله العظيم ما همسح الفيديو. كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، نايمه على حجره في العربيه، كسروا لي العربيه. اوعى يا صاحبي، اوعى يا صاحبي. زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، الشاب ده كان ماشي بعربيته وشاف اللي قلناه في اول الفيديو، وهي ان العربية مش ماشية متوازية وان في حركة غريبة بتحصل جوه. فقرب منها لحد ما بقى جنبها، وهنا لاحظ ان في شاب وبنتين جوه العربية وكانوا بيعملوا حاجات قذرة جوه العربية وهم ماشيين على الطريق. فالراجل راح مطلع الموبايل بتاعه وبدأ ان هو يصورهم من الشباك، لحد ما الشاب اللي في العربية التانية خد باله ان هو بيصوره. فراح مسك البنت التانية اللي كانت قاعدة جنبه ورفعها، والبنت اول ما قامت طبعا كانت عينيها جت على العربية التانية وفهمت ان هو بيصورهم. فهنا طبعا كان لازم تحصل مشكلة. الشاب اللي كان في العربية ومعاه البنتين كان قدامه حل من اتنين: يا اما يدوس بنزين ويجري بالعربية على قد ما يقدر، يا اما يقف وينزل يعمل مشكلة مع الراجل ده. وهو اختار الحل التاني، وده كان الانسب ليه، لانه كده كده حتى لو كان جري بالعربية فالراجل التاني مصوره ومصور وشهم وهيصور نمر العربية من الخلف. فركنوا العربية قدام منه على طريق المحور ونزلوا هما التلاتة، وكان فيهم واحدة لابسة لبس يعتبر مش لابسة أصلا، زي ما انتوا شفتوها كده اللي كانت لابسة أحمر. بس طبعا ملناش دعوة باللبس، لأن في ناس كتير بتطلع تقول ده حرية شخصية والكلام اللي ملوش لازمة. فخلينا نركز في الموضوع الأساسي. التلاتة اتهجموا عليه وفضلوا يضربوا فيه ويكسروا في العربية، وهو كل اللي بيعمله إن هو بيصورهم. وفي اللحظة دي طبعا الناس كانت خدت بالها من اللي بيحصل، والعربيات بدأت إن هي تركن على طريق المحور وكله نزل علشان يسلك ما بينهم. ولولا كده كان ممكن تحصل كارثة، كان ممكن جدا الشاب والبنتين دول يخلصوا على الشاب اللي هو صورهم، وده طبعا علشان ما يتفتحوش. ولكن لما الناس اتلمت ما قدروش ان هم يعملوا حاجه. كل اللي قدروا ان هم يعملوه انهم فضلوا يشتموا فيه ويكسروا له في العربيه، وبعدها راحوا ركبوا العربيه تاني وخدوا بعضهم ومشيوا. وهنا طبعا احنا قدام حاجه يعتبر اول مره تحصل في مصر، او اول مره نشوفها بعينينا وهي بتحصل في مصر، ان يحصل موقف مخل كده على الطريق قدام الناس كده ومحدش خايف من حاجه. يا جدع ده انت ماشي على 4 فرد، يعني انت ماشي على هوا، ممكن في اي لحظه حته مسمار قد كده يدخل في فرده هتبقى بين ايدين ربنا. المهم طبعا الموضوع لسه مرر عليه كام ساعه، فلسه ما اتخذش فيه اي اجراءات، ولكن اكيد المخطئ في الحكايه دي كلها هياخد العقاب اللي يستحقه.